السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله. لا فيديو تاع اليوم حبيباتي غنقدم لكم واحد الوصفة اللي بزاف بنينة. تتكون البنات من ولا نحتاجو في الوصفه تاعها بطاطا مقطعه مكعبات مقليه، باذنجان يعني قشرته ونحيت له القشره تاعو وقطعته مكعبات وقليته، وهنايا دجاج اللي كنت طيبته من قبل وفتته بهذه الطريقه. واللي تحب تستغنى على الدجاج البنات تستغنى عليه، واللي تحب تعوضو بالكفته تقدر تعوضو بالكفته. اما هنا البنات فنحتاجو بصل مقطع، نحتاجو فلفل حار مقطع، ونحتاجو طماطم ثاني مقطعه، ونحتاجو حبيبات تاع الثوم. كيما على بالكم باللي الباذنجان نحتاجو فيه الثوم. اما بالنسبه يعني للصلصه فراح نحضرها معكم يعني بعد ما نحضروا هادو المكونات. يلا البنات ننتقلوا ونحضروا المكونات مع بعض. ولهنا حبيباتي حطيت مقله تاعي للنار وحطيت فيها شويه فقط تاع الزيت، يعني ما تكتروش هكا باش ما تجيش الوصفه تاعكم ميدمه بزاف. اول حاجه غنحطها واللي هي البصل والفلفل الحار، نخليهم يتقلاو مليح مليح مع بعضهم. صدقوني كي تحطوهم يعني يتقلاو راح يعني تشموا واحد الريحه اللي بزاف بنينه، واللي هي تاع البصل كي شغل كي يطلق الريحه تاعو مع الفلفل الحار. المهم هنايا البنات راح نحطهم في المقله ونحركهم هكا ونغطي عليهم حتى يتبالوا شويه ونكمل معكم الوصفه. وهنا البنات كنصيحه فقط، يعني اللي تحب الوصفات يخرجوا لها ناجحين ويعني باش ما تقولش من بعد هي اسمها الوصفه ماشي ناجحه، الوصفه ماشي بنينه، لازم تتبعي كامل الخطوات يعني اللي نقدمها لهنايا في الفيديو، ولازم تحطي يعني نفس الشيء اللي نحطه. ماشي انايا بار اكزومبل في زيبيس نحط فلفل كحل نحط عكرين نحط هادي انتي تقولي ما نحطش هادي انا ما هي حطيت هادي وانا ما نحط هادي. هنايا سي حاجه باينه ما راحش يخرج لك يعني نفس الذوق اللي يخرج لي انايا في الوصفه اللي هذه اللي قدمتها. هنا لازم تتبعي نفس الخطوات وتتبعي نفس المقادير وتتبعي تاني نفس كما نقولوا نفس المكونات. هنايا بعد ما تقلاو غير شويه وبداو يطلقوا في رواحهم ضفت عليهم هنايا هذوك سنينات تاع الثوم، يعني وانا الثوم كتر شويه البنات درت واحد 4 ولا 5 تاع سنينات والله ما شفيت، مي كترت شويه الثوم لانه الثوم راح يعطيها بنه بزاف ولا ذوق بزاف بنين. كما على بالكم باللي حنايا واسمو الباذنجان كي نقليوه نديروا له واحد لاصوص اللي نكثروا فيها الثوم باش يجي بنين، يعني الباذنجان يحتاج الثوم. وضفت يعني مع الثوم ضفت مباشره الطماطم، علاش؟ باش هنا كي يعودوا يتقلاو الثوم هذاك يطلق البنه تاعو في كامل المكونات وزيت ما يتحرقليش ويعطيني هذاك الذوق اللي يجي مر وفيه بنت الحروقه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا ليا. وهنا حبيباتي ضفت كميه الملح، ما تكتروش الملح على حساب البصل والطماطم والفلفل، لانه اصلا البطاطا تاعنا والباذنجان والدجاج ديجا رانا ملحينهم من قبل. هنا البنات راح نبدا نضيف معكم في لي زيبيس اول يعني ولا البهارات. اول بهار اللي ضفته اللي هو تاع فلفل كحل. تاني حاجه حنضيفها البنات هي فلفل اكري. وبعد يعني ما ضفت الفلفل الأكري راح نزيد نضيف شويه تاع الزنجبيل. البنات حاولوا كيفاش يعني المأكولات تاعكم ولا الطبخات تحطوا فيها زنجبيل لانه هو مفيد جدا للصحه، وزيد تاني يحافظ على رشاقه الجسم وشغل يخفض من كميه السمنه. عفوا حبيباتي. هنا بعد ما ضفت كامل لي زيبيس ولا البهارات اللي نحتاجهم اللي هي فلفل كحل فلفل عكري وزنجبيل، خلطتهم مليح مليح وراح نخليهم يتقلاو هكا براحتهم حتى يطلقوا رواحهم شويه. وهنا البنات حبيت نقول لكم بلي تاني الباذنجان يحتاج البهار تاع لي زيبيس. هنا بعد ما تقلاو مليح مليح يعني خداو هذاك الذوق تاع لي زيبيس ضفت ليهم الباذنجان. البنات شوفوا مليح الوصفه وتبعوا يعني الطريقه قبل ما تضيفي البطاطا وقبل ما تضيفي اللحم
تاع الدجاج لازم تضيفي الباذنجان هو الاول. علاش؟ باش تدخل فيه هذيك البنه تاع الثوم تاع الطماطم وكاع شغل يديها هو بكثره، لانه كنت تحطي البطاطا حتديها البطاطا بكثره. على هذه حنحطوا الباذنجان هو الاول. وهنا بعد ما حسيت شغل الباذنجان تاعي تشرب مليح مليح هذاك الذوق تاع الثوم والطماطم والبصل وفلفل الحار، واش درت الدجاج تاعي باش حتى هو ياخذ هذاك الذوق. واخر حاجه حنضيفها هي البطاطا. وتاني البنات اللي تحرصي باش تخلطي مليح مليح المكونات. علاش؟ باش يعني الذوق يتوزع على المكونات تاعك كامل، كيما نقولوا ماشي النص تاع الباذنجان تخلو البنه والنص لا. ونفس الشيء حنديروه مع البطاطا التانية تحركيها مليح مليح مع المكونات التانيين باش تضمني بلي البنه هذيك كامله في المقله تاعك دخلت في البطاطا. وهنا البنات هادو الوصفات اللي قراتك شغل اللي ديجا طايبين من قبل، تحضريهم وتحطيهم غير في الصينيه وتدخليهم الفرن. لازم تقليهم مليح مليح باش يدخل فيهم الذوق تاع اي حاجه حطيتيها، وتقليهم على نار قليله هكا يعني باش ما تتسرعلكش وتستحرق لك الاكله تاعك، ويعطيك يعني واحد الذوق اللي ماشي بنين وينشفوا لك هذيك الطماطم وكاع. درك البنات راح ننتقلوا للحاجه وحده. البنات راح ننتقلوا للوصفه ولا الوصفه تاع لا كريم ولا تاع الكريمه اللي راح نحطها. بون واش نحتاجو فيها حندير 3 حبات البيض، راح ندير الفرماج عندي واحد 6 حبات هكا، ونحتاج فيها الخل والزيت والحليب والملح بطبيعه الحال. وباش تجينا هذه الكريمه مليحه واش راح ندير فيها؟ ما نديرش فيها الحليب تاع الشكاره ولا يعني ماشي مخفف، خدمته باللحظه وتقلته شويه باش تجي شويه بنينه وتجيني ثقيله. كما قلت لكم 3 تاع البيض، 1 2 3 4 5 6 تاع راح ندير انايا 6 تاع الفرماج. حليب هنا درتو باللحظه تقلته. نحتاجو هنايا 3 مغارف تاع الخل ولا زوج، المغرفه هذه كبيره راح ندير غير زوج. ونحتاجو 2 مغارف تاع الزيت والملح يعني حسب الحاجه، ما نكتروش الملح بيسك ديجا راح عندنا لهنايا الفرماج. بون انا لهنايا حنكوبي معكم الهضره وراح ننتقلوا يعني ونحضروا مع بعضنا. لهنا حبيباتي يعني انتي تقدري تستعملي كامل المكونات مع بعضهم وتميكسيهم بالبرا ميكسر. انا البنات ما عنديش برا ميكسر، راح نستعمل غير الباتر تاعي. اول حاجه درتها يعني باش المكونات تاعي نضمنهم بلي تخلطوا مليح مليح، وتاني نضمن بلي الفرماج تاعي يتفتح لي في الخلطه تاعي ولا في الكريمه تاعي. اما انتي اذا عندك برا ميكسر حطي كامل المكونات مع بعضهم ويعني وميكسيهم مع بعض. لهنا حبيباتي انا حطيت البيض، حطيت معاه الفرماج وميكسيته مليح مليح. يعني هنا لازم تميكسي مليح مليح. لكن ما عندكش برا ميكسر ولا كان تاني ما عندكش الباتر تقدري تستعملي غير لافوي، ولكن يدك تكون خفيفه وتاني باش تضمني الفرماج تاعك يتفتح في البيض. هنا البنات بعد يعني ما ضربت مليح مليح حتى الفرماج تاعي تفتحت، درت 2 معالق تاع الخل وزدت لهم 2 معالق تاع الزيت، وراح نزيد الملح ونضرب يعني ولا نكمل مع التضراب تاعي بالباتر. نكرر البنات، لكن عندك برا ميكسر حطي كلش مع بعضه وضربيه ولا ميكسيه. وهنايا قعدت نضرب ونضيف الحليب غير بالعقل حتى كملته كامل. وكما قلت لكم لازم حليب يكون ثقيل. وهنا حبيباتي جيت المقله تاعي ولا جيت الوصفه تاعي اللي كنت ديجا حضرتها من قبل، شعلت عليها النار وعاود حركتها هكا تحريكه خفيفه. وكما قلت لكم يعني راح نطيب الوصفه تاعي غير في المقله لانه ما عنديش فور، واللي عندها الفور يعني ولا تعرف روحها المقله تاعها تلصق لها تطيب في الفور احسن.
وتاني اللي ما يشم والفه بالمقله يعني تخاف تلصق لها ولا دهيه كما قلت لكم دير في الفور. مع انه بنات والله غير يعني بالتجريب، غير الوصفات تاع لي قراتها في المقله يجيو خير ما يجيو في الكوشه. علاش في الكوشه رايحين ينشفوا لك، بصح في المقله ما ينشفوش، يقعدوا مازالهم هكا شويه فيهم هذيك الطعمه، حاجه ماشي ناشفه، شغل ما تحسيش روحك بلي تاكلي في حاجه ناشفه. هذه اللي حبيت نوصلها لكم. وراح نقلبها يعني نطيبها من تحت ونقلبها الجهه الثانيه ونزيد نطيب. فوالا البنات هذه هي الوصفه اللي طيبتها معكم اليوم. تحبوا تسميوها كراسه كيما تحبوا تسميوها كيما تحبوا. بون فقط حبيت نقول لكم اللي تحب ديرها في المقله كيما انا تقدر ديرها في المقله، واللي تحب ديرها في الفور يعني كيما الكراتان تقدر تاني ديرها. يعني في الحالتين راح تصلح لكم اكيد. وهذا هو الشكل تاعها النهائي البنات. وتاني اللي تحب البنات من فوق تضيف لها الفرماج، يعني هذوك اللي راح يديروها في الفور تقدري في اللوج تاعها تربي ليها الفرماج موتزاريلا ولا هكا باش الشكل تاعها يجي مليح. انا حنقطعها معاكم فقط البنات باش تشوفوها. فوالا البنات هذا هو الشكل نتاعها من الداخل، يعني بعد ما قطعتها لكم فقط راح نزومي لكم باش تشوفوها مليح مليح. فوالا هذا هو، يعني ريحتها تجي بزاف بنينه، حاجه باينه فيها الثوم فيها الفرماج فيها الحليب، فاكيد راح تجي بنينه ان شاء الله. يعني تجربوها وتعجبكم. درك ما بقى لي غير نقول لكم اللي عجبته الوصفه عليه غير يدير لي جيم الفيديو، واللي مازال مشتركوش ما لهم غير يضغطوا له في زر الاشتراك ويفعلوا الجرس هكا باش يوصلهم كل جديد ان شاء الله. اما بالنسبه يعني اللي جربوا هذه الوصفه ما عليكم غير ترجعوا تحت لي كومونتير تحت هذا الفيديو وتعطونا الراي تاعكم ان شاء الله. ودرك نقول لكم الى اللقاء ونلتقاو في فيديو جديد، وصحه فطوركم وصحه رمضانكم.